تعال اقول لك بقى غرفة المعيشة. غرفة المعيشة لما تكون متميزة وتكون بتميز ممتاز، تعال اتفرج كده يا باشا، خش عليها زوم ان كده. المعيشة هي غرفة الراحة بتاعتك، وهي اللي هتقضي فيها نص عمرك. فعشان تقضي نص عمرك وتعمل ذكريات حلوة لازم تكون مرتاح فيها. عشان تكون مرتاح لازم تكلم تهامي ديزاينز عشان يعمل لك الديكور والديزاين المبسوط. تعال نبص بصة كده بعين الاعتبار، وده نجاحك وده قوة نجاحك وقوة أدائك اللي أنت وصلت له. وصلت له إزاي؟ وصلت له بعد مجهود وتعب وشقة وحاجات كتير قوي. بفضلكم، أول حاجة أنا حبيت أتذكر إن القناة وصلت لمتابعين كتيرة جدا، والتشانل محققة نجاحات كتيرة جدا، والمتابعين بتوعنا محققين نجاح كبير قوي. طيب رقم اتنين، تعال نشوف الديكوريشنز بتاعتنا. ده باب كوريدور كانش كده، فاحنا عملنا دي تجليده ديكور من الاول. نقدر نفتح الباب ده يخش كده بالبوستر والديزاين، ما يبانش معاك ان اللي هو تابلو. هنخش ونشوف القصه دي من اول ما نخش معانا هنا كده. ده غرفه الطرقه والخدمات، ابتدينا نستخدم الديزاينز بتاعتنا دي مع حمام الضيوف الجميل الشيك ده برضه من جوه التجليده مع الديكوريشنز مع الديزاين. تعال نبص بصه كده، تعال معايا ونخش ونشوف المعيشه بقى. المعيشه ابتدينا نعمل يو شيب، حجمها كبير جدا، داخله 6 متر في 7 متر. ابتدينا نعمل الديزاينز هنا بتاعنا مظبوط، ونعمل علاقات من شكل الجيبسون بورد والخشب والريفلكت ميرور بلاك. وابتدينا نعمل الستايل لاكشري شويه ويتناسب مع رؤيه العميل، مع الفكره والديزاين، مع التابلوهات، مع قطع البيانو التك، مع نظبط معانا التابلوهات مع الهارموني كلر بتاعتنا، مع القصه، مع الانتيكس والديكوريشنز دي كلها. فكان في تكنيك. طيب الحيطه دي ظهر خلقنا الحمام، ابتدينا نظبط الديكوريشنز بتاعتنا، فكانت مجهود وتعب كبير جدا لغايه لما ناخد من الجزئيه دي وعملنا حمام ضيوف للمعيشه. وابتدينا نجهز من الحته، يعني التركايه، كافي كورنر صغنن تفتحه، تحط هنا الاكسسوارز، تحط القصه دي كلها، تفتح التيبلز بتاعتك تشتغل عليها مع المكتبه الجميله دي، مع حركه صايعه جدا مش هتلاقيها عند حد كتير. تعال نشوف الحته دي لما يكون بعمل دايننج تيبل صغننه. اقعد هنا اهو، لو انا عايز، لو عندي تشير اقدر دايننج تيبل مع بف تاني، مع فكره سوري الازعاج، دايننج تيبل مع المكتبه الجميله دي والكبيره دي كلها، والديزاين ده مع الشياكه الريفلكت البلاك ده. القصه دي مجهود كبير جدا. طيب ايه الصياعه هنا؟ تعال نركز كده معايا نص دقيقه. ساعه اقول لك انا الصياعه في ايه. لما ابتدي اجهز السيت اب بتاع الوحدات عندي او قطع، فالقطعه دي اقدر اغيرها، البلاك احطها على البيج والبيج احطها على البلاك، واحط اغير، فتبقى انت ما تزهقش من الديكوريشنز بتاعتك. ده من قوه تهامي ديزاينز والعلاقات في تهامي ديزاينز. كان معاكم مهندس الديكور محمد تهامي، قناه تهامي ديزاين. السلام عليكم.